السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم وصفة اقتصادية وعلى قد الإيد، وهي كمان من أكلات آخر الشهر، الأكلات الموفرة الاقتصادية إن شاء الله. الفيديو ينال إعجابكم ويكون خفيف على قلبكم، بس بحب أقول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو أنت أول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو أتمنى منك إنك تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. اول حاجه ان شاء الله هبداها معاكم هي طريقه عمل البتنجان. بس هعمله بطريقه حلوه جدا، طبق جانبي جنب الاكل بس من غير زيت. يعني احنا عايزين نقلي البتنجان من غير زيت. طبعا البتنجان من الخضار اللي بيشرب زيت كتير جدا في القلي. انا هعمله النهارده ان شاء الله بطريقه ما تخليهوش يشرب زيت كتير معايا، لان طبعا الزيت غالي، وكمان هو البتنجان لما بيشرب زيت ازيد من اللازم مش بيبقى صحي. اول حاجه جبتها البتنجان، قشرته بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، شلت حتت كده بس من القشره عشان اديله شكل، بس هو يعني عايزه تسيبيه بالقشره بتاعته ماشي تمام مفيش اي حاجه. انا هنا بعد ما قشرته هبدا دلوقتي ان انا اقطعه، يا اما هتقطعيه حلقات يا اما هتقطعيه انصص، يعني تعمليه حلقات وكل حلقه هتقسميها نصين بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. انا هنا بدات دلوقتي ان انا اقطعه حلقات، وبعدين بقطع كل حلقه اتنين، لان انا حسيت ان هو الحلقه هتبقى كبيره قوي. انت ممكن تعمليه بالشكل ده عادي مفيش اي مشكله، التقطيعه دي بتاعتك انت وعلى حسب رغبتك. انا هعمل هنا الكميه دي، ولما تيجي تجربي وصفه جديده جربيها في حتى لو كانت طبق جانبي زي ده، جربي في كميه صغيره، يعني بلاش تعملي كميه كبيره الاول علشان تشوفي الوصفه اول مره تعمليها هي هتكون هتلاقي قبول عندك في البيت ولا مش هتلاقي. جبت البتنجان بعد ما قطعته، جبت هنا ميه في البوله بتاعتي وحطيت فيها معلقه من الملح، وهنقع البتنجان. هنقع البتنجان حوالي من ربع ساعه او تلت ساعه في الميه والملح، وبعدين هطلعه واصفيه كويس جدا على فوطه مطبخ نظيفه او على مناديل التنشيف زي ما انت عايزه، بس لازم بعد ما تطلعيه من الميه لازم تصفيه كويس خالص وتنشفيه كمان، لازم البتنجان يكون ناشف. جبت هنا بقى بعد كده كيس، حطيت في الكيسه دي حطيت فيها نص كوبايه من الدقيق، وحطيت عليها معلقه من النشا، معلقه كبيره من النشا، وحطيت عليها ملح وكمون وكزبره ناشفه، وكمان هبدا ان انا اضيف الميه شويه بشويه، وهحط ربع كوبايه بس من الزيت، حوالي يعني من اربع معالق كبار من الزيت هحطهم على الخليط ده. ليه؟ عشان اعمل عجينه سايله. انا هعمل عجينه سايله وهستخدم زيت قليل جدا. بس هبدا دلوقتي ان انا طبعا ان انا افك اي تكتلات بايدي كده من العجينه. لو حسيت ان هي لسه تقيله ابدا ان انا اضيف الميه بق بق. طب احنا لازم نعمل العجينه السايله دي في الكيس؟ لا خالص، ممكن تعمليها في بوله وتبداي ان انت تقلبيها بالمضرب اليدوي عادي خالص، لكن انا حبيت بصراحه ان انا اختصر يعني في المواعين عشان ما اعملش مواعين كتير. فطريقه الكيس دي بالنسبه لك هتبقى كويسه. هنا بقى انا كنت بفك اي تكتلات فيها او اي حاجه عشان ما يكونش مكلكع معايا. انا عايزه عجينه سايله ما فيهاش اي تكتلات خالص. هبدا بقى دلوقتي ان انا اجيب البتنجان بتاعي واطلعه انشفه كويس جدا، وبعدين زي ما قلت لكم لازم تنشفيه كويس. انا هنا كنت منشفاه خالص، هبدا بقى ان انا اضيفه احطه كده وهو ناشف في العجينه السايله، وبعدين اطلعه من العجينه السايله دي احطه على صينيه تكون مدهونه، الصينيه مدهونه زيت. لازم تدهني الصينيه زيت كويس علشان ما يلزقش منك، لانك طبعا حاطاه في عجينه سايله. وفي الوقت ده انا اكون مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. بشغل الفرن، لازم اي حاجه بتدخليها الفرن لازم الفرن يكون سخن. بس هي دي الكميه كلها حطها في الصينيه اهي، وهبدا ان انا ادخلها الفرن. اثناء ما هي في الفرن هتاخد حوالي معاكي تلت ساعه، وهبدا بقى اعمل التتبيله عباره عن فلفل حراق، وكمان معاه كام فص من الثوم. انا خدتهم وضربتهم في الكبه، وهبدا طبعا احط عليهم كمون وملح وكزبره ناشفه وشويه من الخل، وهضرب الخليط ده كله مع بعضه كويس جدا وانعمه في الكبه. بعد كده طلعت بقى البتنجان بتاعي، هنا بوريكم شايفين بقى هو احمر من فوق ومن تحت، نفس الوقت ما هو شارب اي زيت خالص. احنا حطينا حوالي 4 معالق كبار من الزيت بس، يعني انت لو بتقلي الكميه دي بالزيت هياخد معاكي نص ازازه الزيت، والزيت غالي، فاحنا عايزين كمان نعمله بطريقه صحيه وفي نفس الوقت ما ياخدش معانا زيت. هنا بقى كنت حطيته خلاص في الطبق رصيت، وحطيت عليه خلاص التتبيله اللي انا عملتها في الكبه، اللي هي الثوم والفلفل
الثوم والفلفل الحراق ضربتهم كويس جدا في الكبه، وزي ما قلت لكم حط عليهم الملح والكمون والكزبره الناشفه ومعلقتين من الخل. بس كده خلاص. ده طبق جانبي بينفع جنب وصفات كتير جدا واكلات ممكن تحطيه جنب الملوخيه. لو انت عامله ملوخيه ممكن تحطيه جنب شوربه العدس زي ما انا هعمل النهارده. ممكن تحطيه جنب اكلات كتير جدا، مكرونه، بطاطس محمره. هعمل بقى شوربه العدس. عندي ربع كيلو من العدس، وعندي بصلايه كبيره محترمه كده، وعندي حبايتين من الجزر وثلاث حبايات من الطماطم، وكمان كان عندي شوربه في التلاجة. انا هعمله النهارده ان شاء الله بشوربه لحمه. شوربه اللحمه انا مش برميها، انا بصفيها وبحطها في التلاجة. بعمل بيها وصفات كتير جدا، بعملها في البشاميل، بتنفعني في البشاميل، بتنفعني في وصفات زي دي. بعملها كمان ممكن لو انا عايزه اعمل خضار من غير اي لحوم، بتنفع معايا من غير ما احط مرقه، من غير ما احط المرقه اللي احنا نشتريها من بره. فهي بالنسبه لي الشوربه دي كنز، انا مش بستغنى عنها ابدا. حطيت بقى كل المكونات دي مع بعض كده في حله، وحطيت معاهم الشوربه بتاعتي، وحطيتهم رفعتهم على البوتاجاز لحد ما استوى معايا خالص الخضار ده كله مع العدس. بدأت ان انا اخده اضربه في الخلاط، ورجعته الحله تاني. لما رجعته الحله تاني هعمل فيه ايه؟ هحط له معلقه من الكمون، معلقه كبيره معلقه صغيره مليانه من الكمون، لان العدس بيحب الكمون جدا، فيعني كتري في الكمون عشان يديله ريحه كويسه. وحطيت كمان الملح بتاعه، ظبطت الملح بتاعه، وكمان حطيت له معلقه من السمنه الفلاحي. انا هنا بطلعها حتى عشان اوريها لكم. حطيت له معلقه سمنه فلاحي، هتديله طعم حلو جدا، وهتخلي القوام زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا كنت خلاص غرفت اهو، وحطيت فوق الوش كمان البصل الحلقات اللي انا عملته وهنا العيش المحمص. انا عملت بصل حلقات اهو، جبت بصله وعملتها حلقات كده، وبدات ان انا انزل الحلقات في نفس العجينه السايله اللي انا نزلت فيها البتنجان وقليته. اداني الشكل اللي قدام حضراتكم ده، وكمان هو بيبقى مقرمش جدا. طب لو انت عايزه تحمري البصل وتخليه يقرمش من غير ما تحطيه في العجينه السايله دي، عادي خالص، هتقطعيه على القطاعه بتاعتك. حتى مش ضروري حلقات، ممكن تقطعيه بالطول كده، وتبداي تحطي عليه معلقه من النشا، تدعكيه خالص بمعلقه النشا كويس جدا، وبعدين تبداي ان انت تحمريه في الزيت، هيديكي برضو قرمشه حلوه جدا. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه بسيطه. وعايزه اقول لكم كمان ان وصفه البتنجان دي بتتاكل وهي سخنه، ما تنفعش ابدا ان انت تاكليها وهي بارده. وبالف هنا وشفا للي يجرب. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.